يا صباح الورد والياسمين والسعادة عليكم بنات. هنعمل خلطة جبنة تنفع للفطار وتنفع للعشاء. جبنة فيتا سعودي عادي، جزر مبشور، هنا جوز وطماطم مجفف. هبدأ أعمل طبقات من الجبنة والجزر والجوز والطماطم. عندنا هنا العلبة بلاستيك. تعقيم العلبة البلاستيك بنغسلها بمية وصابون وننشفها كويس، لازم تكون ناشفة كويس، ما فيهاش أي مية عشان ما تتخربش الجبنة. بنحط العلبة، نحط في القعر شوية جزر، مكعبات الجبنة، جوز وطماطم مجفف، طبقة جبنة تاني، وعلى الوش يا جماعة بزينها تاني الجوز والطماطم المجفف. وانا ما ينفعش اغطي نوع الجبنة بالزيت الزيتون لوحده، لا، هنعملها بزيت الزيتون وزيت الذرة، على اساس لو حطيناها في التلاجة. جهزت الخلطة يا جماعة. طبعا مكست زيت الذرة وزيت الزيتون على اساس زيت الذرة ما يخليش زيت الزيتون يتجمد في التلاجة. لما نحتفظ بيها نقدر نحتفظ فيها في التلاجة لمدة اسبوع يا جماعة. بعد الاسبوع لا، من اسبوع ل10 ايام، مش اكتر من كده.